جديد. بقاش كنشاهدهم انا حساب ولادي بفضل الله. واش نمشي للحبس؟ واش جينا نداوي ولا نمشي للحبس؟ هاد الناس. إخوان السلام عليكم ورحمة الله. خوتي المغاربة، كما كتعرفوا الأحداث ديال مستشفى الموت، مستشفى أكادير، بزاف ديال الناس اللي خرجوا كيطالبوا بالإصلاحات في المستشفى ديال أكادير. رغم هاد المتطلبات ديال الشعب المغربي، إصلاح التعليم والصحة، كيخرج لنا السي أخنوش بخبر مهم. نهار الحد كانوا الناس كيطالبوا بالإصلاح ديال المستشفى، كان عزيز أخنوش كيستعد باش يدشن مستشفى الكلاب والقطط، ولكن نقولوا مأوى الكلاب والقطط. سبحان الله، الإنسان كيعاني والحكومة كتفكر القطط والكلاب دير لهم واحد المأوى مجهز، واحد المساحة اقتارات ديال الأرض اللي هي مجهزة القطط والكلاب بالطب، ومجهزة بجميع اللوازم ديال الحيوانات والبشر. ما كاينش الاهتمام لأننا نحن إنسان وكرمنا الله. واش عزيز أخنوش المواطن المغربي كيعاني؟ جميع المستشفيات في المغرب، ما نتكلموش غير على مستشفى الموت ديال أكادير، ورئيس الحكومة كيستعد باش يدير افتتاح لمستشفى أو نقولوا مأوى مستشفى الحيوانات القطط والكلاب، ومجهز مستشفى مجهز مخصص للحيوانات بجميع الأجهزة. كاين الأطباء الممرضين اللي مختصين في تربية الحيوانات. والإنسان كيولد، المرأة كتولد في الشارع، الإنسان مسيب حدا المستشفيات، ورئيس الحكومة كيفكر لنا في تجهيزات وإيواء الحيوانات القطط والكلاب. والإنسان ولا كيتمنى يكون هو حيوان باش يلقى الاهتمام. كما شتا خوتي هذاك الكلب اللي تباع ديك القورية وعطفات عليه وداتو معها للدولة ديالها، واصبح هو ترند في المغرب، وحتى البشر ولا كينبح بحال الكلب، كيتمنى يكون راسو كلب باش يلقى الاهتمام. وهذه فضيحة كبرى اللي وصلناها في هذه البلاد. واش غادي نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. خليكم مع التفاصيل.